عامة سوق العقارات الجاهزة ما بقاش يتباع. السلام عليكم. ركود في السوق المصري، سيولة قليلة، ناس محبوسة في ذهب وشهادات وعقارات ودولار، والناس اللي اشترت بسذاجة في السنتين اللي فاتوا على أمل كاذب إن هما يبيعوا بعد شهرين أو 3 شهور أو حتى 6 شهور من التعاقد. فرق عملة للمغتربين قل للنص، كمية لقط وريسيل غير طبيعية في السوق، كمية حرق وبشكل فوضوي، واحنا كشعب مصري ما بنشتريش غير لما الحاجة بتغلى. فأي حاجة هتسخنه زي رفع الدولار كده هيجري ويشتري. اسعار الشركات عاليه جدا نتيجه تسعير على 100 و120 للدولار وقت التحول. هدوء بقى ما قبل العاصفه. الفيديو ده توعيه للعميل والبروكر، ما تجريش ورا عروض لمجرد ان هي عليها زحمه، والله العروض ما بتخلصش وكل يوم في عرض احلى من العرض اللي قبله. وانت كبروكر ما تلبسش عميلك في سبيل تحقيق تارجتك، اختار له صح واشتري له كانك بتشتري نفسك، وشيل مسؤوليه ان انت تاجر له او تعمل له تاني ريسيل. في عوامل جديده دخلت الماركت زي الخليج والشركات الاجنبيه والمصانع الاجنبيه، وبما ان الاستثمار كله جسد واحد فمش كل الناس هتعرف تجاري العوامل الجديده دي. فاللي اشترى صح واللي هيشتري صح خلال الثلاث 4 سنين اللي جايين دول هو اللي هيعرف يجاري الامور اللي جايه دي. وعامه دي نقطه قويه جدا للي بيفهم. مع السلامه.